ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من عند محمد. هعمل معاكم النهارده البانيه باسهل واسرع طريقه. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتعتمدوها وتبقى الوصفه بتاعتكم المعتمده ان شاء الله. ركزوا معايا كده في المقادير وامشوا معايا خطوه بخطوه. هنحتاج كيلو من البانيه. تمام. خلاص كيلو من البانيه. ده محلول النقع اللي انا احط فيه البانيه. محلول النقع يا جماعه ده ميه. خلاص. معلقتين كبار من خل، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، عصير ليمونة. تاني: مية، معلقتين كبار من خل، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، عصير ليمونة. عصير ليمون متوسطة. وده كيلو من البانيه. بصوا يا جماعة، أنا كيلو البانيه ده بطلع منه البانيه العادي وبطلع منه شاورما الفراخ، وهوريكم الفرق ما بين الاتنين. بصوا يا جماعه كده فتحت على البانيه. بصوا ده يتعمل منه البانيه. بصوا بتكون عامله ازاي، رقيقه كده وتكون ملساء زي ما انتم شايفين كده. ماشي، دي البانيه. حلو. خلاص. خلاص. ودي التخينه دي بتتقطع خلاص شرايح للشاورما، تتقطع شرايح شاورما. خلاص. فانا بجيب كيلو البانيه، بطلع منه البانيه اللي هو العادي اللي انا ان شاء الله هعمل لكم تتبيلته النهارده. وبطلع منه ايه البانيه اللي زي ده بيتعمل شاورما، بيتقطع شرايح، بيكون تخين كده، ده ما ينفعش يتعمل بانيه. هوريكي برده حاجه تانية. بصوا ده. بصوا ده تخين، ده زي ما انتم شايفين كده. ده بيتقطع شرايح للشاورما. ما ينفعش اعمله بانيه. البانيه يا جماعه لازم يكون خلاص. البانيه لازم يكون ايه، القطعه كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا تكون رفيعه عكس الشاورما يا جماعه تكون تخينه خلاص بتتقطع شرايح. وفي فرق بين تتبيله البانيه وفي فرق بين تتبيله الشاورما. انا هعمل معاكم النهارده تتبيله البانيه، وان شاء الله هنزل لكم قريب تتبيله الشاورما. اول حاجه بقى هنغسل الفراخ بتاعتنا كويس جدا. هنغسلها تمام، وبعد كده هنحطها في محلول النقع لمده ساعه. وبعد ما نحطها في محلول النقع لمده ساعه هنعمل بقى ايه التتبيله بتاعتها، ونحط فيها البانيه. كده غسلت الفراخ بتاعتي، هحطها بقى في ايه، في محلول النقع. وهحطها اسيبها في التلاجة بالظبط تقعد ساعه في محلول النقع. وبعد كده بقى هصفيها من محلول النقع خلاص واغسلها. خلاص. ونرجع نعمل ايه معاكم تتبيله البانيه. كده خلاص حطيتها كلها في محلول النقع. لازم يا جماعه يكون محلول النقع كده مغطيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص. هغطي عليها، ممكن تغطي عليها بورق استريتش او طبق استانلس كبير او طبق بلاستيك اللي موجود عندك. انا بغطيها بورق استريتش وبدخلها التلاجة وقاعده لمده ساعه. ده البانيه يا جماعه بعد ما طلعته من التلاجة قعدته ساعه. غطيته بورق استريتش كده زي ما انتم شايفين. خلاص. وقعدته ساعه. هصفيه فيه بقى من الميه بتاعته حلو واغسله كويس. وهطلع البانيه اللي انا هقطعه قطع شاورما. خلاص. وده هعمله تتبيله شاورما. وهطلع البانيه العادي خلاص وهعمله تتبيله البانيه ان شاء الله. ده البانيه بتاعي بعد ما ايه غسلته بالميه وصفيته. بصوا جبت بقى ايه بتاعت الخشب اللي هقطع عليها. وهبتدي بقى ايه افرز البانيه بتاعي. خلاص. ده هيتعمل بانيه عادي. خلاص. دي بصوا السمك بتاعها تخين هتعمل شاورما. دي نفس القصه، ما ينفعش تعمل بانيه. اه عاملها شاورما. دي بتعمل بانيه على جنب. هفرز كل الكميه وارجع لكم. كده فرزت الكميه كلها. طلع لي بالظبط نص كيلو بانيه اللي هو التخين ده هيتعمل شاورما. هحطها قطع شاورما تمام. ونص كيلو خلاص البانيه اللي هو ايه العادي. بالظبط صفى بالظبط ده 8 قطع بانيه زي ما انتم شايفين كده. هعمله بانيه عادي ده ليه تتبيله. خلاص. والبانيه اللي انا هقطعه قطع شاورما ده ليه تتبيله. هقطعه معاكم واوريكم الايه بيتقطع ازاي. بصوا بقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين بالسكينه. تمام. هقطع الكميه كلها وهعمل معاكم التتبيله بتاعه الشاورما والتتبيله بتاعه البانيه. قطعت الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين. خلاص. بصوا بقطعها شرايح كده. دي الكميه كلها. نروح بقى نعمل التتبيله. هعمل معاكم دلوقتي تتبيله شاورما فراخ. ركز معايا كده في المقادير. المقادير دي يا جماعه على نص كيلو من شاورما فراخ. نص كيلو من شاورما فراخ. هنحتاج كوبايه زبادي لايت، كوبايه صغيره او زبادي كامل الدسم حسب ما تحبي. انا بستخدم زبادي لايت. عصير ليمونه وسط. معلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل. التوابل بتاعتي
نص معلقه سكر، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبهان مطحون، معلقه صغيره مليانه توم باودر، معلقه صغيره مليانه بصل باودر، معلقه صغيره مليانه بهار دجاج، ودي اختياري. نعيد البهارات تاني: نص معلقه سكر، معلقه صغيره من ملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبهان مطحون، معلقه صغيره مليانه توم باودر، معلقه صغيره مليانه بصل باودر، معلقه صغيره مليانه بهارات دجاج، ودي اختياري. اهم حاجه يا جماعه في تتبيله الشاورما السوري: التوم البودر والليمون والخل. اهم حاجه دول النكهه القويه في الشاورما السوري: الليمون، تمام، والثوم البودر، وطبعا معاهم الخل. يعني اكتر نكهتين الثوم البودر والليمون، دول اكتر نكهتين مميزين في الشاورما السوري: الليمون، تمام، والثوم البودر. نبتدي بقى ايه نعمل التتبيله. خلاص، واحط الايه البهارات بتاعتي. خلاص، نص معلقه سكر، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبهان مطحون، معلقه صغيره مليانه توم باودر، معلقه صغيره مليانه بصل باودر، معلقه صغيره مليانه برده دجاج، ودي اختيار. هحطهم كده على بعض، تمام. وهجيب معلقه صغيره وهقلب كل المكونات كده ايه مع بعض. هضيف معلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل، وبعد كده هضيف عصير ليمونه، خلاص، وسط، وهقلبهم مع بعض كده. كده قلبت كل المكونات مع بعض كده، كل المكونات امتزجت مع بعض. هضيف بقى ايه كوبايه صغيره من زبادي اللايت او زبادي كامل حسب ما تحبي. هقلب كله مع بعض. كده قلبت كل المكونات ايه مع بعض. هضيف بقى ايه خلاص نص كيلو من الشاورما. بصوا يا جماعه، انا هضيفهم للتتبيله. لو انت هتشتغلي في الشاورما لازم تقعد في التتبيله ما لا يقل عن 4 ساعات، تمام. لو انت مش هتشتغلي في الشاورما حطيها في الفريزر عادي بالتتبيله بتاعتها عادي. انا مش هشتغل فيها دلوقتي، فانا ايه هضيفها في التتبيله وهي هحطها في كاس ثلاجه وهي عينها في الفريزر. حطيت ايه نص كيلو من الشاورما. هبتدي بقى ايه اقلب كله كده مع بعضه كده. خلاص، حطيت كل ايه الفراخ كده ايه في التتبيله. خلاص، لو انت هتشتغلي فيها على طول لازم تقعد في التتبيله 4 ساعات او اكتر. كل ما قعدت في التتبيله اكتر كل ما ادت نتيجه افضل. لكن انا مش هشتغل فيها على طول، فانا هحطها في كيس تلاجة وهي عانه في الفريزر. حطيت شاورما كده في كيس تلاجة واحطها في الفريزر. الكيس يا جماعه شايل ربع كيلو من الشاورما. طبعا انت بتقسمي طبعا ايه الشاورما على حسب افراد اسرتك. طبعا بتطلعي الشاورما بتشتغلي فيها على طول وهي متجمده. خلاص، ما تستنيش عليه لحد لما تفك. الشاورما السوري بتتعمل بالتتبيله بتاعتها كده، ما تحطش عليها اي اضافات. ممكن تحطي عليها فحمايه، تمام. وانا عملت معاكم ايه طريقه الشاورما السوري قبل كده. لو انت هتحطي عليها خضار يبقى كده قلبت مصري. الشاورما السوري يا جماعه بتتعمل من غير خضار، بتتعمل زي ما هي كده بالتتبيله. خلاص، وممكن بقى ممكن تحطي عليها فحمايه بعد ما تستوي خالص، تحطي عليها فحمايه تاخد ريحه الفحم. وممكن تعمل غير فحم على حسب ما تحبي. تعملي بقى سندوتشات، تعمليها جنب الرز بسمتي، تمام. لكن لو هتحطي عليها خضار اللي هو البصل والفلفل الالوان والطماطم يبقى كده قلبت شاورما مصري مش شاورما سوري. انا قسمتها في كيس ثلاجه كده، كل كيس شايل ربع كيلو من الشاورما. طبعا انت بتقسمي على حسب افراد اسرتك، تمام. وبحطها ايه في الفريزر وبطلعها ايه وقت ما بشتغل فيها. نحضر بقى تتبيله البانيه. هنحتاج ميه بصل، دي بصلايه وسط يا جماعه، انا هبشر واخد الميه بتاعتها. معلقتين كبار من خل او ربع فنجان صغير من الخل. عصير ليمونه وسط. البهار بتاعتي: نص معلقه سكر، معلقه ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، ربع معلقه صغيره جنزبيل، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، معلقه صغيره بصل بودر، وده اختياري. كده مقاديري قدامك. يلا بينا بقى نحضر المقادير. كده خلاص احنا حضرنا تتبيله البانيه زي ما انتم شايفين كده، تمام. نعيد بقى التتبيله تاني. مقادير التتبيله تاني. التتبيله دي يا جماعه على نص كيلو من البانيه، تمام. انا نص كيلو بانيه يا جماعه اداني زي ما انتم شايفين كده 8 قطع. ده نص كيلو بانيه. مقادير التتبيله: عصير ليمونه وسط،
معلقتين كبار خل او ربع فنجان صغير من الخل، زبادي كامل خالي الدسم او كامل الدسم حسب ما تحبي، تمام، كوبايه زبادي صغيره، تمام، دي ضفتها ما كنتش حطاها في الاول، دي ضفتها كوبايه زبادي صغيره، نص معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، ربع معلقه صغيره جنزبيل مطحون، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، معلقه صغيره بصل بودر، وده اختياري. ده ميه البصل. خلاص انا البصل اهو يا جماعه بشرته، خلاص بشرته، يا اما تشيليه في كيس تلاجة، يا اما تشيليه في كيس استرتش كده زي ما انتم شايفين، تمام. انا ببشره خلاص، وخدت باخد الميه بتاعته وبشيله في كيس استرتش، تمام. بستخدمه بقى في ايه؟ في كفته، بحطه مثلا في خلطه كفته، او بستخدمه مثلا مع الطبيخ، يعني ليه استخدامات عندي كتير، تمام. وبحطه في الفريزر وبطلعه ايه حسب ما بحتاج. دي ميه البصل، بصفيها كده زي ما انتم شايفين. وده البانيه، نص كيلو من البانيه. نعيد المقادير تاني: عصير ليمونه وسط، معلقتين كبار خل او ربع فنجان صغير من الخل، زبادي خالي الدسم او كامل الدسم، انا بستخدم زبادي خالي الدسم، تمام. نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، ربع معلقه صغيره جنزبيل مطحون، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، معلقه صغيره بصل بودر وده اختياري، ميه بصل، تمام. ونص كيلو من البانيه. ده البانيه بتاعي يا جماعه. نبتدي بقى ايه نحضر التتبيله. البصل المبشور ده بقى نحطه في الفريزر كده، بديلك قدامك. يلا بينا نحضر الوصفه، يلا. باجي يا جماعه كده حافظ الطعام كده ايه كبير زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه احط البهار بتاعتي: نص معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات دجاج، ربع معلقه صغيره جنزبيل، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، معلقه صغيره بصل بودر، ده اختياري. احطهم هنا واجيب بقى ايه معلقه واقلب كل الايه المكونات كلها ايه مع بعض. وبعد كده هضيف عصير ليمونه وسط، وبعد كده هضيف الخل، وبعد كده هضيف ميه البصل. وبعد كده هضيف الزبادي، هضيف كوبايه صغيره من الزبادي، يلا كله مع بعضه كده. كده التتبيله جاهزه. احط فيها بقى ايه البانيه. بصوا يا جماعه انا البانيه خلاص غسلاه ومصفيه من الميه بتاعته. احط بقى البانيه. بصوا بقى هرص البانيه كده، ماشي. هسيبه في التتبيله دي بالظبط من 3 ل 4 ساعات. خلاص من يعني 4 ساعات فيما فوق، تمام. وبعد كده بقى ايه هحطه في التلاجة. وبعد كده بقى هطلعه بقى واعمل له الكفر الكفر بتاعه. لو انتي هتعمليه على طول هتعملي الكفر بتاعه، تمام، وترجعي تحطيه في التلاجة تاني. وبعد كده بقى ايه تحمريه. ويستحسن تحطيه في الفريزر بتاع يعني نص ساعة، يعني يكون متجمد يستحسن، تمام. وتشتغلي فيه. لو انت هتخزنيه بقى على طول تحطيه في التتبيله، تمام. تسيبيه 4 ساعات، بعد كده تخرجيه من التلاجة، تعملي له الكفر بتاعه وتعينيه في الفريزر. ولما تطلعيه في الفريزر وتشتغلي فيه تشتغلي بيه لازم يكون متجمد، يعني ما يكونش فاكك قوي. بص مهم قوي، بص ان التتبيله توصل لكل البانيه زي ما انتم شايفين كده.
طبعا كل ما يقعد في التتبيله فتره اطول كل ما كان الطعم هيبقى اقوى. كده خلاص كده هبتدي بقى ايه ادخله التلاجة. كده خلاص جاهز ندخله بقى التلاجة. بصوا يا جماعه البانيه لازم يكون مفروض زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفروض كل قطع البانيه تكون مفروده كده وتكون غرقه في غرقانه في التتبيله. هنسيبها بالظبط 4 ساعات ونطلعها نعمل لها الكفر. لو انت هتشتغلي فيها على طول تمام يا اما تسيبيها في التلاجة من نص ساعه لساعه، او يستحسن تسيبيها في الفريزر وتطلعي تشتغلي فيها. لو انت مش هتشتغلي فيها على طول تمام زي ما انا هعمل كده، يبقى هتطلعيها من التلاجة بعد 4 ساعات او ليله كامله. تطلعيها وتعملي الكفر بتاعها وتعينيها في كاس ثلاجه على حسب بقى ما تحتاجي، مثلا 2 قطع بانيه او 3 قطع بانيه حسب ما بتحتاجي، وتحطيها في كاس ثلاجه في الفريزر وتطلعيها بقى ايه حسب ما تحتاجي ايه مع الاكل. هنشيلها بقى في التلاجة وبعد كده بقى ايه ارجع لكم عشان نعمل ايه الكفر بتاع البانيه. ورجعنا لكم. ده البانيه يا جماعه اللي كنا متبلينه مع بعض، انا سبته في التلاجة ليله كامله وطلعته بقى عشان ايه اعمل الكفر بتاعه. نقول بقى مقادير الكفر: نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من النشا، كوبايتين من البقسماط المطحون. المقادير دي يا جماعه على مقدار البانيه اللي هو نص كيلو. لو انت هتعملي البانيه كيلو هتضاعفي المقادير اللي انا مستخدماها. نقول تاني: نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من النشا، كوبايتين من البقسماط المطحون. طبعا الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها النشا هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها البقسماط. نقول بقى مقادير البهارات بتاعتي. طبعا البهارات دي يا دوبك بس بطعم بيها الدقيق، هي نفس البهارات اللي انا مستخدمها في البانيه. نص معلقه نص معلقه بهارات دجاج معلقه صغيره، نص معلقه ملح، ربع معلقه بصل بودر، ربع معلقه من الطرف فلفل اسود، ربع معلقه من الطرف حبان مطحون، ربع معلقه من الطرف جوز الطيب. يا دوبك يعني زي ربع معلقه من الطرف يعني رشه كده. تمام. نعيد تاني: نص معلقه بهارات دجاج، نص معلقه ملح، نص معلقه صغيره ربع معلقه صغيره بصل بودر، ربع معلقه من الطرف فلفل اسود، ربع معلقه من الطرف حبهان مطحون، ربع معلقه من الطرف جوز الطيب، يعني رشه من فلفل اسود ورشه من حبهان مطحون ورشه من جوز الطيب. نبتدي بقى ايه نضيف البهارات. لا اول حاجه هجيب بقى ايه معلقه واقلب كل الايه المقادير اللي جافه كلها مع بعض كده زي ما شايفين كده. اقلب كله مع بعضه. وبعد كده بقى ايه هحط البهارات بتاعتي تاني: نص معلقه بهارات دجاج، نص معلقه ملح، ربع معلقه بصل بودر، ربع معلقه من الطرف فلفل اسود، ربع معلقه من الطرف حبهان مطحون، ربع معلقه من الطرف جوز الطيب. يا دوبك بس انا البهارات دي بطعم بيها دي، يعني نفس البهارات اللي انا مستخدمها في البانيه بحطها في الايه في الكفر بتاع البانيه. يا دوبك بس بطعم بيها الايه الكفر بتاع البانيه. هبتدي بقى ايه اقلب بقى ايه البهارات كده ايه مع البقسماط مع الدقيق تمام مع النشا كده. قلبت كل المكونات مع بعض. هبتدي بقى ايه اخد قطعه البانيه بتاعتي. تمام. بصوا بقى بصوا ايد تكون ناشفه، مهم قوي ان ايدك تكون ناشفه. خلاص. وجايبه صينيه جنبك كده. خلاص بعد ما تخلصي قطعه البانيه تحطيها في الصينيه، وبعد ما تخلصي كل كميه البانيه اللي عندك تمام ترصيه بقى في كيس ثلاجه. طبعا ايه بتقسمي الكميه على حسب افراد اسرتك، يعني مثلا قطعتين بانيه مثلا في كل كيس ثلاجه او 3 قطع، ده حسب افراد اسرتك. بصوا بجيب كله زي ما انتم شايفين كده. بصوا بجيب كله كده وبعد كده بقى ايه اغططه جامد. مهمه قوي النقطه دي. بصوا اهو بس عشان كل قطعه البانيه يكون واصل لها ايه الكفر، وفي الكفر ما يتفكش. اضغطي جامد جدا. بصوا بس بعد ما بتخلصي بتنفضيها كده. بصوا خلاص تاكدي ان كلها ايه الكفر واصل لكل ايه جزء فيها. بصوا خلاص كده خلصت. هروح احطها بقى ايه في الصينيه. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. ورجعنا لكم كده خلاص ايه عملت الكميه كلها بتاعت البانيه. بصوا اتبقى حبه من التتبيله ما ترميهاش.
خلاص حطيها في كيس تلاجة وحطيها في الفريزر. ممكن تستخدميه في بيكاتا الفراخ بالمشروم. ان شاء الله هبقى اعملها لكم قريب على القناه. وبقى حبه من البقسماط ده برده ما ترموهوش، حطيه في كيس تلاجة وحطيه في التلاجة. بس تستخدميه في خلال الاسبوع. تستخدميه في ايه بقى؟ ممكن تعملي بيه كفته الفراخ. ان شاء الله برده هنزل وصفه كفته الفراخ قريب على القناه. او لو انت عملتي بانيه في اي وقت من الاسبوع، تمام، عندك اهو بقسماط جاهز خلاص بالدقيق بالنشا بتاعه، مش هياخد منك وقت، بس تستخدميه في خلال اسبوع. هرص بقى ايه البانيه في كاس تلاجة وارجع لكم. ورجعنا لكم. ده البانيه يا جماعه بعد ما رصيته في كاس تلاجة خلاص. عمل معايا بالظبط 5 اكياس. انا برص كل قطعتين في كيس. تمام. لو قطعتين وسط برصهم في كيس، لو قطعه كبيره بمعدل قطعتين برصها في كيس ايه لوحديها. طبعا انت بتقسمي الكميه على حسب افراد اسرتك. تمام. انا بحط كل اكياس التلاجة كلها فوق بعض زي ما انتم شايفين كده خلاص. دي كل كيس بانيه وبحطها جوه كيس كبير. تمام. وبحطها في الفريزر وبطلع بقى ايه حسب ما بحتاج. احتجت كيس احتجت كيسين، بطلع على حسب ما بحتاج. خدوا بالكم البانيه يا جماعه برصه ازاي. بصوا برصه كده زي ما انتم شايفين كده، بفرده كده المفروض وبقفل عليه كيس التلاجة. ماشي. وطبعا ما بتيجي تسويه لازم يكون متجمد. ما تستنيش عليه لحد لما يفك. ممكن تستني بس دقيقه دقيقتين كده وتسويه. تمام. ان شاء الله قريب هنزل لكم فيديو عن طريقه تسويه البانيه، سواء تسويه البانيه المقلي في الزيت او تسويه البانيه في الفرن. انا بسويه في الزيت كمان مقلي، عايز زيت صغير مش زيت غزير. ان شاء الله هنزل لكم الطريقه قريب على القناه. جربوا تعملوا الشاورما بالتتبيله دي. خلاص عايزه اقول لكم فعلا فعلا زي طعم تتبيله الشاورما السوري بتاع بره بالظبط. وجربوا تعملوا البانيه بالطريقه دي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وزي ما قلت لكم الشاورما السوري يا جماعه بتستوي في التتبيله فقط لا غير. بتسويها في التتبيله بتاعتها، ما بتحطش عليها خضار. يا اما بتسوي التتبيله بتاعتها من غير فحم، يا اما بتسوي في التتبيله بتاعتها وتحطي في حمايه خلاص. وانا عملت معاكم طريقه عمل الشاورما السوري ورز البسمتي. تابعوا الفيديو على القناه. تمام. لو انت ضفتي خضار على الشاورما خلاص هي ما تبقاش سوري، لا تبقى مصري. تمام. الشاورما السوري يا جماعه بتسويها من غير خضار. تمام. ان شاء الله جربوا تعملوا تتبيله الشاورما خلاص. وان شاء الله تجربوا تعملوا طريقه البانيه. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.